صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت المحلي اللي بتشوف فيه الفيديو. جاي لكم النهارده باسهل واجمد طريقه عمل اشطوطه في البيت. زي ما انت سمعت كده بالظبط، اشطوطه، انت ما سمعتش غلط. وقبل ما نبدا كده كالعاده يا حماده، صلى على النبي وتعالى اقول لك ازاي. هتحضر اي بوله واسعه عندك وهتجيب 3 بيضات. اما بالنسبه للي بينادى عليا فده محمد ابن اخويا، ربنا يبارك لنا فيه. المهم، بعد ما كسرنا ال3 بيضات هنبدا ننزل بيهم في البوله كده، وهنجيب شويه فانيليا سايله، وبما ان في بيض يبقى في فانيليا. هتكون محضر لي جنبك بقى كوبايه سكر بودر او بودره، وطول ما انت بتضرب كده بالمضرب هتبدا تنزل بيه واحده واحده. وعلى الحال ده بقى هتاخد تقريبا كده 10 دقايق خفق بالمضرب. وبما ان كل مضرب بيختلف عن التاني، فانا خدت بالنسبه لي تقريبا 11 او 10 دقايق يعني، لان انا دايما بكون عايز الحاجه تكون بريفكت، بمعنى ان القوام يكون متماسك ويكون في نفس الوقت كله متداخل في بعضه. وعشان خاطر وقت الفيديو يا صديقي وما طولش عليك، فاول ما لون الخليط يبدا يتغير كده ويقلب على ابيض، او بلاش ابيض دي كده عشان خاطر ما تفهمش غلط، لونه هيكون كريمي زي ما انت شايف كده بالظبط، فده معناه حاجه واحده، ان انت كده ماشي صح وكله تمام. وهنا يا صديقي خلاص كده هنبطل المضرب، وهيكون القوام اللي احنا محتاجينه زي كده بالظبط. تسكت؟ اكيد مش هتسكت. هتجيب كوبايتين دقيق تقريبا وعليهم نص معلقه ملح. بس كده؟ لا مش بس كده، هتركنهم على جنب وتبدا كده تجيب كيس من الكيك شيف ده وتفضيه، وهتقلبهم مع بعض كويس جدا جدا. بعد ما قلبتهم كويس هجيب بقى المضرب بتاعنا الكهربائي، وده اللي مكمل معانا في كل حاجة تقريبا، والخليط اللي احنا عملناه كده، وهنجيب معلقة جنبه ونبدأ ننزل واحدة واحدة، وما تتسرعش، وتكون سرعة المضرب اهم حاجة مش سريع، او خليه على اقل سرعة. وزي ما قلت لك انزل بالدقيق واحدة واحدة بالمعلقة. وطول ما انت بتنزل كده بالدقيق برضو مش عايزك تبطل ضرب وما تزهقش يا صديقي. واحدة واحدة هتنزل وهتضرب، وعلى الحال ده هتاخد لك تقريبا 3 دقايق. هتخلص ضرب كده وهتيجي اقول لك ايه بعد كده. بعد ما ضربته 3 دقايق تقريبا هبدأ اركن كده المضرب على جنب، وهيكون ده القوام المناسب وده القوام اللي احنا محتاجينه حرفيا. هتجيب اي صينية عندك زي دي كده بالظبط، ودهنة زيت بقى او دهنة سمنة او زبدة المتوفر عندك، وتدهنها كويس من الجناب عشان خاطر ما تلزقش، ودي خطوة مهمة. بعد بقى ما دهنتها كويس كده وخلصت، هتبدأ تجيب بقى الخليط اللي احنا عملناه واللي احنا تعبنا فيه ده، وهتبدأ تنزل بيه كده واحدة واحدة وتوزعه كويس. وبعد ما خلصت يا صديقي الكمية كاملة كده ونزلت بيها في الصينية، فهتبدأ كده تهزها هزتين عشان خاطر يتساوي على درجة حرارة 180 وتحطها في الفرن. وده كان شكلها بعد تلت ساعة تقريبا كده في الرف اللي في النص في الفرن على درجة حرارة 180. وهتجيب خلة سنان كده وتختبرها، ولو طلعت خلة السنان معاك نظيفة فهي كده ناجحة وتمام التمام. تكون مجهز جنبك كوباية لبن دافية وتبدأ تسقيها بيها. على ما تبرد كده هنسيبها على جنب، ونجيب كوبايتين من السكر وتبدأ تنزل بيهم يا سكر. المهم اول ما لون السكر هيبدأ يتغير كده هتبدأ تديله تقليبة، واهم حاجة ما تبطلش تقليب عشان خاطر ما يتحرقش منك. واول ما يبدأ يسيح كده ويبقى سايل بالشكل ده، هتجيب مكعب زبدة او تقريبا معلقة زبدة وتبدأ تنزل بيها. هتجيبه كده شمال في يمين وتديله تقلبتين 3 4 وما تزهقش يا صاحبي. وبعد ما تتأكد كده ان المكعب الزبدة ساح خلاص، صليت بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، هتكون محضر نص كوباية لبن
يا ريت يكون مغلي يعني، واول ما يفور منك كده عادي يعني انت ماشي صح، ما تقلقش. هتوقف تقليب انت يا صاحبي اول ما تحس انه تقل كده، وهيكون هو ده القوام المطلوب، لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، زي كده بالظبط. ودي كانت خطوة الكراميل، هنبدأ نركنه على جنب ونيجي للخطوة اللي بعد كده، ودي آخر خطوة هنعملها تقريبا وأهم خطوة. هتجيب معلقتين ونص من الكريم شانتيه، وتكون محضر كوباية قشطة على لبن زي اللي في ايدي كده، وتنزل بنص الكمية، وتجيب المضرب بتاعنا الجميل اللي محدش يقدر يستغنى عنه. ولو ما عندكش مضرب كهربائي فالمضرب اليدوي موجود، بس ده هياخد وقت كبير جدا. اول ما الخليط يكون كريمي كده ويبدأ يتقل، هتنزل بباقي الكمية كده الموجودة عندنا من القشطة على التلج. وملحوظة لازم يكون القشطة او اللبن اللي بتنزل بيها على الكريمة يكون متلج، عشان خاطر يدينا نتيجة احسن وافضل بكتير. ومادام المضرب بيعلم فيه كده فاعرف ان انت ماشي صح والنتيجة كويسة جدا. هنبدأ ننزل بيه في الصينية كده ونوزعه بأي معلقة عندنا، وده هيكون شكله بعد ما وزعته. هتجيب صوص الكراميل الجامد اللي احنا كنا راكنينه على جنب ده، وتبدأ كده تنزل بيه واحدة واحدة على الجمدان والعظمة اللي احنا عملناها دي. وانا بالنسبة لي كده اول ما خلصت صوص الكراميل ببص لقيته عمل زي الورد زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وده ليه انا مش عارف. المهم هنجيب خلة السنان اللي كنا بنختبر بيها الكيكة، وهتبدأ تروح شمال يمين. المهم ما علينا، دي طريقة تزيين، زينها زي ما تحب او سيبها زي ما تحب، كده كده هي جامدة وطعمها جامد وهتتاكل، وهتجربها وتدعيلي. وده شكلها يا صديقي بعد ما خلصنا كده، متع نظرك. واكيد كالعادة حاجة في منتهى الجمدان. ولو استفدت بالفيديو ده او لو وصلت في الفيديو لحد هنا، فعايزك تصلي على النبي وما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب او اشتراك للقناة عشان خاطر نقدر نكمل وتعندو. وهنا هنقول بسم الله. وريني كده، هات. طب والله جمدان يا جدعان، جربوها وهتدعولي. وفي الاخر كده طبعا لو انت وصلت لحد هنا فانا عايز اقولك ان انا بحبك. سلام.